شوفوا القوائم يابا شلون ذكريات بيها كانت. هسه راح نختار المنتخب الارجنتيني والمنتخب الفرنسي. هجمة مرتدة باتيستوتا. يا الهي شوف التعليق الخرافي. كنا نروح للصالة بس حتى نسمع المعلق من يقول اسم باتيستوتا. يا اخي هاي متعة كانت. شوف السلام عليكم. اليوم قررت ألعب نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا على طريقة البلاي ستيشن 1. هاي اللعبة اسمها Winning 11 1998. هاي اللعبة بالعراق كنا نسميها 99 بس هي بالأصل Winning 11 3 1998. شوفوا القوائم يابا شلون ذكريات بيها كانت. هسه راح نختار المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي. هذا الأرجنتين. يلا خلينا نختار المنتخب الفرنسي. القوائم كلها يابانية ما نفتهم عليها شيء، هيجي كنا حافظينها حفظ عن طريق الرموز. هاي البيسات. هسه نبدي باللعبة. طبعا التعليق فد شيء خلعوكم ويا أجواء الافتتاح والتعليق الياباني. شوفوا الوجوه غريبة كانت كلها تتشابه. شوفوا هذا روبرتو كارلوس كان حكم، وهذا اللاعب يمه بارتيز هم يشبه روبرتو كارلوس، فكل الوجوه كانت تتشابه بس شخص عنده شعر والآخر ما عنده. هاي قائمة المنتخب الفرنسي. طبعا بهاي النسخة المنتخب الفرنسي حقق كأس العالم بال98. وهسه نسوي الحركة المشهورة، هاي الحركة السرعة دائما نعليها. هاي بكل لعبة لازم نسويها، ما نرتاح اللي نسوي والكاميرا رجعها لي ورا. هسه تمام. العب. ركلة زاوية. هاي اللعبة بوقتها كانت واقعية جدا، يعني كنا نستغرب نقول شلون هاي علامات يوم القيامة، شنو هاي اللعبة الواقعية. شوف الهدف، شوف المنتخب الأرجنتيني يسجل هدف الأول عن طريق لاعب رقم 7. الإعادة البطيئة شلون كانت، ويلي والله ذكريات. هاي كنا دائما نرجعها ونقدمها. شوف هاي هاي الحركة هاي كنا نرجعها ونقدمها نستفز بيها الخصم. ويلي ايش قد كان يضوج، والله ذكريات. ويلي على الخطة شلون كانت، اللاعبين كلهم اسمائهم بالصيني، صيني مدري ياباني، بس كنا حافظينهم عن طريق الرقم. بس انا نزلت لاعب ما اعرف منو، يجي خطة يعني من عندي قلت لوث. هذا اللاعب الارجنتيني قطعها وتقدم كرة. مو قلت لكم التلوث ما ادري ايش سويت وجاء عليه الهدف. يلا تعادل. هسه ان شاء الله نجيب الهدف الثاني.
شوف اللقطة، شوف على طريقة يوسف سيف. شوف الهدف. شوف هسه ان شاء الله المنتخب الارجنتيني راح يسجل الهدف الثاني. شوف اللقطة، خرجت الكرة، هذه رمية تماس للمنتخب عرضية، ولكن المنتخب الفرنسي هذه كرة الأرجنتيني. وهاي هجمة مرتدة لفرنسا. الثاني الفرنسي. شوف التعليق، جول 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 جول، والله متعة. هذا الهدف الثاني. انتهى الشوط الأول. شوف إحصائيات الشوط الثاني. هذا الشوط الثاني بدأ. هجمة خطيرة. خطيرة، ممكن الثالث. هذا ايش قد ثول، ضيعها. هجمة أخرى هجمة مرتدة، باتيستوتا. يا إلهي، شوف التعليق الخرافي. كنا نروح للصالة بس حتى نسمع المعلق من يقول اسم باتيستوتا. يا أخي هاي متعة كانت. شوف ضربها فر، ويلي. هجمة أخرى. نطالب بالفار بس ما كان اكو فار. يلا خلينا نلعب. هذه خطيرة الكرة، وهاي هجمة المنتخب الفرنسي. ممكن، الحمد لله ضاعت. هاي المرة خلاص راح اجيب هدف، بعون الله اجيب. هاي تمريرة الثالث، التمريرة الرابعة، تيكي تاكا برشلونية، الخامسة، السادسة. صاروا مو أرجنتين، برشلونة. طبعا برشلونة اللي دي يلعب بيهم غوارديولا. الله، شوف اللقطة. شوف الله. الأرجنتين 3-2 إن شاء الله تصير بكأس العالم، إن شاء الله اليوم تصير. هذا المنتخب الفرنسي باللوست تايم. كان اللوست تايم يطول، مو مثل ألعاب البلاي ستيشن 3 وال4 حاليا. لوست تايم كان شقد طويل. كورنر، زين الدين زيدان أبو قرعة. يلا يا زيدان. الحمد لله الحارس على طريقة مانويل نوير. وانتهت المباراة، والمنتخب الأرجنتيني بطلا لكأس العالم 2022 3-2. رغم أن الهجمات كانت المنتخب الفرنسي، بس المنتخب الأرجنتيني حسمها. شوف الاستحواذ، ما كان اكو استحواذ. شوف الشوتس. 3-2 للأرجنتين. مبروك للجماهير الأرجنتينية، وهارد لك للجماهير الفرنسية. إن شاء الله تصير اليوم بعون الله. أهم شيء الدعاء. وبالنهاية شباب، لا تنسون اللايك والتعليق، واللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك بالقناة حتى استمر إن شاء الله بنشر الفيديوهات الرياضية. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.